يلا بينا النهاردة نعمل بانيه مع بعض، وان شاء الله الكفر مش هيتشال عليه كالعادة. انا جربت الطريقة دي وان شاء الله هتنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واعجاب بالقناة. معايا هنا بصلتين، وبضيف التوابل بتاعتي فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات. والخطوة دي اختيارية، انا بضيف عليها روزماري علشان هي فعلا بحس ان هي بتوديها في حتة تانية خالص. وملح. باخد بس المية بتاعة البصل وبركن التفل على جنب، انا مش بحتاج له دلوقتي بس هحتاجه في حاجة تانية. بقلبه كويس علشان يتشرب من الخلطة، وبضيف هنا نص طماطمية مبشورة وبسيبها لمدة نص ساعة في التلاجة. معايا هنا دقيق ذرة والبقسماط اللي انا هتبل بيه البانيه، وبضيف هنا الفيجيتار، اي نوع فيجيتار انت تحبيه. بقلب كويس هنا. بجيب هنا بيضتين، ملح، فلفل اسود عشان الزفر. انا مبضيفش لبن، لو انتي عايزه تضيفي لبن مفيش اي مشكله، ممكن تضيفي لبن، بس انا هنا بكتفي بالبيض. بقلب كويس البانيه دقيق ذرة، بنزل في البيض وبتبله في البقسماط. بضغط عليه بايديا علشان يتماسك مع بعضه. انا هنا نفس الخطوة. لما بخلص البانيه بتاعي كله بسيبه لمدة 10 دقايق في الفريزر علشان يتشمع، وبعد 10 دقايق بخرجه وببتدي ان انا احطه في الزيت. الزيت يكون يدوبك بس على قد البانيه من الحروف فقط، بلاش الزيت يكون غويط زي ما حضراتكم شايفين كده، بلاش زيت كتير. شفت الطبقة ازاي متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. حقيقي فعلا هتعجبكم، طريقة جميلة جدا، ان شاء الله الطبقة مش هتتشال تاني. وتقدري تقدمي معاها بطاطس واي نوع خضروات انت تحبيه، اسباجيتي، اي حاجة انت تحبيها. والف هنا، صحتين وعافية.